ثلاثي النادي الاهلي الاجنبي مع السلامه في يناير. طبعا الاخبار اللي جايه ان ديانج هيقعد، ديانج هيمشي، الاهلي فشل في التعاقد معاه، الاهلي نجح. انا جاي اقول لكم رايي الشخصي واحنا في توقف وكده ما بضرش مصلحه النادي الاهلي. التلاته يمشوا. مين التلاته؟ انتوا عارفينهم. جردشار يطلع اعاره او بيع، لو جه العرض مغري والاهلي مش هيخسر يمشي. هل ده معناه ان هو وحش؟ لا، بس انا لازم ادور على كواليتي اعلى من كده بكتير. ده رأيي. اشرف داري متاخد فيه القرار، يطلع برضو اعارة يطلع بيع، ده قرار اشرف داري وهو اللي هيقول. ديانج رغم ان في ناس كتير بتحبه ولكن عنده نواقص وظهرت في مباراة الاهلي والجيش الملكي بزيادة وفي مباريات تانية كتير. عنده ايجابيات، فده بقى شغل النادي الاهلي ان هو يدور على لعيب افضل منه. النادي الاهلي يستحق، فببساطه امشي الثلاثه واجيب ثلاثه اعلى منهم. هتقول الاداره هتمشيهم مش هتجيب اعلى منهم، تبقى خيبه من الاداره مش مني. انا بقول مطالبي لازم خماسي اجانب النادي الاهلي يبقوا اساسيين، اشرف داري وبن رمضان يقدروا يبقوا اساسيين. فايه؟ ثلاثه يمشي ويجي ثلاثه سوبر اساسيين على السوبر ستار اللي في النادي الاهلي. شوف بقى يبقى مستواهم رايح لفين. ده رايي، وانا بالنسبه لي خلص الكلام. سلام.